بمكونات المجتمع القرطاجي. ينقسم المجتمع القرطاجي إلى صنفين، هما المواطنون يعيشون داخل مدينة قرطاج ويتمتعون بحق المساهمة في الحياة السياسية ولا يدفعون الضرائب. غير المواطنين يقيمون خارج المدينة ولا يساهمون في الحياة السياسية ويدفعون الضرائب. ب. المؤسسات السياسية. الأشفاط. يسمى الحكام عند القرطاجيين بالأشفاط، وهم ينحدرون من أرقى العائلات ولا يستلمون الحكم وراثياً، ولكن يتم اختيارهم من قبل سكان المدينة دون اعتبار عامل السن. مجلس الشيوخ. لا يتخذ الملك قراراته منفرداً، إذ يوجد مجلس الشيوخ الذي يناقش أهم القرارات ويراقب تصرفات الحاكم. مجلس العامة أو مجلس الشعب هو الرقيب والحاكم بين مجلس الشيوخ والملك. إذا شهد الاقتصاد القرطاجي ازدهاراً كبيراً من خلال توسع التجارة، حيث امتدت القوافل إلى إفريقيا الاستوائية، ووصل البحارة إلى مختلف الدول المتوسطية وحتى المحيط الأطلسي، مما أدى إلى ازدهار الموانئ التجارية والعسكرية. كما ازدهرت الفلاحة، خاصة في منطقة الوطن القبلي التي عرفت ببساتينها وكرومها ومراعيها، إضافة إلى إسهامات العلماء في تطويرها مثل موسوعة ماغون. أما الصناعات الحرفية فقد تميزت بإنتاج الأقمشة المصبوغة والفخار، مما عزز من قوة الاقتصاد القرطاجي.